ازيكم يا حبايب قلب، عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. النهارده هعمل معاكم زي ما انتم شايفين كده تحليه سهله وبسيطه بمكونات متوفره في كل بيت. شايفين بقى الجمال والحلاوه؟ شايفين الجمال؟ اتمنى ان انتوا تجربوها بطريقتي. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس. ويلا بينا ندخل على الطريقه والمقادير. هحتاج كده فراوله، ممكن تستغني عن الموز لحاجه ترجعلك. جيلي، سكر. دي اول طبقه اللي احنا هنستخدمها. فهجيب كده البنشه بتاعتنا. تمام، هبدا ان انا اقطع الفراوله بتاعتي كده. قطع طوليه زي ما انتم شايفين. التقطيع اللي انت حباها. الولاد بقى طلبوا مني حاجه مسكره، فقلت لازم نعمل له كده. انا هعمل بالموز وهعمل بالفراوله. الموز تالي ما بتحبش الموز على الفراوله، فهعمل لها طبق لوحده من غير موز. بس انا قلت ان انا اقطع بس الحاجات دي الاول. ونقطع برضو الموز بتاعنا كده. زي ما انتم شايفين كده. عايزه بس اعمل شكل بس مش اكتر. انا بديكوا افكار. ممكن تستغنوا عن الموز في الوصفه دي زي ما انتم شايفين كده. انتوا شايفين انا حطيت كده طبق كده. هنركنه بقى كده على جنب زي ما انتم شايفين كده. وهجيب اي بوله، انزل بايه بقى؟ الظرفين اللي هو الجيلي. اول ظرف زي ما انتم شايفين كده. السكر ده اختياري على حسب الرغبه. هنزل بايه بقى كده؟ اول كوبايه دي ميه، تاني كوبايه ميه مغليه زي ما انتم شايفين كده. هبدا ان انا اقلبهم، ادوب السكر. هنزل بايه بقى؟ بكوبايه ميه متلجه. او ممكن تنزلي بكوبايتين او كوبايه ونص. انا هنزل بس بكوبايه واحده بس، على اساس ان انا مش عايزه ان هو ياخد وقت جامد في التلاجة. ممكن يقعد 4 ساعات.
لو شلت كوبايه ميه هيقعد بس ساعه او ساعتين بالكتير قوي. زي ما انتم شايفين كده اهو، زي ما انتم شايفين. بس تركنه كده على جنب. انزل بقى ايه كده في البيضات بتاعتي اهو. انا ما بكترش عشان بس الطبقه التانية اللي احنا هنعملها زي ما انتم شايفين كده. بس احطه كده زي ما انتم شايفين. اخلص كل الكميه بتاعتي كده اهو. دي كوبايات بقى الولاد بيحبوا ياكلوا فيها، فانا برضو عملت لهم. بس هدخله التلاجة يتربط معايا، وبعد ما يطلع من التلاجة اول ما يتمسك هنعمل بقى الطبقة التانية الكريمة التانية مع بعضين. تعالوا بقى بينا نعمل الطبقة التانية. هحتاج ايه زي ما انتم شايفين كده. جبنة حلة. هنزل بايه ب4 كوبايات حليب. اول كوباية، تاني 4 كوبايات. هنزل بايه ب4 معالق نشا كله على البارد. 4 معالق سكر بقى. هنزل برضو ب4 معالق او على حسب التحلية بتاعتك. تمام. عندي لوز هند هنزل بيه ماشي، بس هما اللي بحب صغيرين دول يعني. هنزل بايه بمعلقة قشطة. هنزل بمعلقة القشطة بدل كريم شانتيه. هي ممكن تنزلي كريم شانتيه بس انا مش عندي، فهنزل بكده. هنقلبه بقى كله كده ايه على البارد زي ما انتم شايفين. نرفعه بقى على البوتاجاز. يلا بينا نحطه بقى على البوتاجاز كده. زي ما انتم شايفين اهي الكريمه استوت بتاعتنا. شايفين بقى. نسيبها بس تهدى شويه على ما نطلع البولات بتاعتنا بالتلاجة ونشوف بقى هنعمل ايه. زي ما انتم شايفين كده. بسم الله الرحمن الرحيم. هحط الطبقه بتاعتنا. دي الطبقه التانية. دي الكوبايات اللي انا عاملاها للولاد. تحلية بسيطة ما تكملش معاكم 10 دقايق صراحة يعني. بصوا يا حبايبي، انتوا عايزين بقى تزينوها بأي حاجة كده. ممكن ان انا ايه بالسكينة كده ان انا اقطعها. شايفين بقى، شايفين بقى الجمال والحلاوة عاملة ازاي. شايفين بقى
جمال. اتمنى ان انتوا تجربوها بطريقتي. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس. دمتم في رعاية الله وامنه، واستنوني في فيديو جديد.